AI أو الذكاء الاصطناعي ولا الدكتور؟ ما نقدرش ننكر أبداً إن الذكاء الاصطناعي بقى صاحبنا الجديد. ممكن أروح أسأل الذكاء الاصطناعي إيه الفرق بين دوايين وجاوبني، طب اقرا لي التحاليل دي يقراها، اشرح لي المرض ده يشرحه، وكمان الإجابة بتكون في ثانية ومترتبة جدا. ده بيكون ممتاز في المعرفة العامة أو حاجة عايز أعرفها عن جسمي ما كنتش أعرفها. بس في أوقات كتيرة قوي الذكاء الاصطناعي بيديلنا معلومة وهي بتكون غلط. يعني ممكن قوي الذكاء الاصطناعي يرشح لي دواء إن أنا أخده وينسى يسألني على مرض مزمن عندي خطر إن أنا أكون باخده مع الدواء ده، أو مثلا حساسية عندي تجاه الدواء ده. يعني ممكن الذكاء الاصطناعي يدينا إجابة شكلها صح بس في الحقيقة هي ممكن تكون ناقصة أو مش دقيقة. طب السبب إيه؟ إنه مش شايفك، مش سامع نفسك، مش حاسس بأعراضك، مش فاهم تاريخك الطبي كامل زي الدكتور بتاعك. وفي الحقيقة دول مش مجرد معلومات ولا ملاحظات قليلة، دول حد بيقرأ جسمك، بياخد باله من تفاصيل أنت مش واخد بالك منها، لأن الدكتور بيفلتر العلم والخبرة اللي عنده حسب المناسب ليك. وخلي بالك إن الذكاء الاصطناعي ممكن يوديك في سكة غلط لو اعتمدت عليه لوحده. الحل بقى إنك ممكن تعرف إن الذكاء اصطناعي، بس الدكتور هو اللي يشخص والصيدلي هو اللي يديك الدواء. اكتبوا لي في الكومنتات إيه آخر معلومة سألت عليها الذكاء الاصطناعي وطلعت غلط. أنا بيتر واصف، صيدلي مصري من شبرا عايش في كاليفورنيا، ودي شبرا فونيا. أشوفكم الفيديو اللي جاي.